غرامة الكاف للزمالك الظالمة، الطفل المدلل. ماليش دعوة بقى، أنا ماليش دعوة، أنا ليه تخصمني من الكاف؟ بالظبط. هو إيه يا كاف؟ أنت ليه وحش كده يا كاف؟ إيه أنت إزاي ما تعرفش إن أنت عارف أنت بتعاقب مين؟ أنت بتعاقب نادي الزمالك. أنت بتعاقب نادي الزمالك، أنت بتعمل غرامة على نادي الزمالك؟ إيه الكاف ده؟ إيه الكاف الظالم ده؟ ده أنت ما بتبصش في مصر إحنا بنعمل معاه إيه؟ يا فندم ده في ماتش من 30 سنة جوميز ضرب الحكم واللعيبة اعتدت على الحكم مع ماتش المصري، ولا في عقوبة جت لغاية دلوقتي. انت ازاي بتعمل كده مع الزمالك؟ ده إيه الغرامات دي؟ ايه كل ده؟ وبعدين هو انت متعمد انك تعمل كده عشان الزمالك لسه خسران من الاهلي، فانت متعمد؟ هو انتوا في حد عندكم اهلاوي بيكره الزمالك؟ فايه ده؟ ايه الظلم والمظلوميه والفساد ده؟ الكاف ظلم الزمالك بطريقه اوفر صراحه، اوفر. لا تعليق. ده متضايقين، دول متضايقين ان هم خدوا عقاب من الكاف، مستغربين هو ايه ده؟ في اصل انتوا مش متعودين على كده. وعايز اقول لكم مفيش فرد من القرارات اتخذ دي، مفيش فرد مصري موجود، شالوا كل الافراد المصريه في الكاف وقت اتخاذ هذا القرار، لان في قرار هيتاخد عكسي او ضد نادي مصري.